احنا طول عمرنا بنشوف صور الصواريخ وهي بتطير، والانفجارات اللي بتنور السما، والناس اللي بتجري تدور على ملاجئ. بس المرة دي كانت غير. المرة دي كان في ضحك، مش خوف. المرة دي كان في فرحة، مش قلق. المرة دي اللي اتضربت كانت إسرائيل. سنين وهي بتعربط في المنطقة، تضرب في غزة، تغتال في سوريا، تهدد في لبنان، تتجسس وتتباهى بقوتها. سنين واحنا بنشوف أطفال فلسطين بيموتوا، وشعب أعزل بيواجه طيارات ودبابات. بس جه اليوم اللي قلب الموازين. جه اليوم اللي الصواريخ نزلت فيه على تل أبيب، مش غزة. الصراع مش جديد. من بعد الثورة الإيرانية سنة 79، لما إيران قالتها صريحة: إسرائيل كيان مزيف. والدعم ابتدى يوصل لكل مقاومة شريفة في المنطقة. حزب الله في لبنان، فصائل غزة، مقاتلين في سوريا والعراق، كلهم كانوا شوكة في ظهر الاحتلال. وكل ما إسرائيل كانت تحاول تضرب أو توقف ده، كانت بتفشل. إسرائيل فضلت تشتغل في الخفاء، تغتال عالم هنا، تضرب قاعدة هناك، تهكر منشآت إيرانية، وتفكر إنها كده هتوقف إيران. بس الحقيقة، كل ضربة منهم كانت بتزود العناد، وكل عملية اغتيال كانت بتخلي المشروع النووي الإيراني أقرب. والشعوب كانت مستنية اللحظة اللي ترد فيها الضربة، مش تتلقى بس. وبعدين جه العقد التاني من الألفينات، والدنيا ولعت فعلا. إسرائيل قتلت علماء، وإيران ردت بضربات سايبر تسببت في شلل جزئي لأنظمة كاملة داخل تل أبيب. غزة نفسها بقت تضرب صواريخ توصل لمناطق عمرها ما اتضربت قبل كده. الاحتلال بقى مرعوب. المدن اللي كانوا فاكرينها آمنة بقت تحت النار. وبعد كذا سنة من التسخين، جه اليوم الانفجار الكبير. إسرائيل حاولت تعمل ضربة مفاجئة على مواقع حساسة جوه إيران، لكن الرد كان فوق التوقعات. صواريخ من إيران، من لبنان، من اليمن، من غزة، كله شارك. وتل أبيب كانت بتتحرق. قواعد عسكرية إسرائيلية اتضربت، مخازن أسلحة اتفجرت، مستشفيات مليانة جرحى، مطارات اتقفلت، والمستوطنين بيهربوا ناحية الشمال. العالم كان مصدوم. أمريكا بتصرخ، أوروبا بتستنكر، وإحنا بنتفرج وفرحانين. لأول مرة من سنين طويلة، اللي كان دايما بيضرب بيتضرب، اللي كان دايما بيقتل بقى عايش في رعب على أطفاله. ولما الناس نزلت في الشوارع، ما كانتش بس مظاهرات ضد الحرب. في إيران ولبنان واليمن الناس كانت بتحتفل، وفي فلسطين الناس كانت بتوزع حلوى وبتكبر في المساجد. الاحتلال اتوجع واتفضح، وبقى واضح قدام العالم كله إنه مش قد المواجهة، وإن زمن السيطرة من طرف واحد انتهى. إسرائيل بقت تضطر إنها تقعد على طاولة المفاوضات غصب عنها، مش من باب القوة، من باب العجز. اتكلمت مع وسطاء من عمان وقطر، وافقت على وقف ضربات وعلى هدنة وعلى فتح قنوات دبلوماسية، وكل ده وهي مرمى. وإيران كملت لعبتها صح، ما أعلنتش انتصار مباشر، لكن كل اللي حصل كان في صالحها. البرنامج النووي وقف شوية تحت الرقابة الدولية، بس النفوذ الإيراني بقى أوسع، ودعم المقاومة بقى علني، والصوت العربي الحر بقى أعلى. والأهم، إن الشعوب بقت مصدقة إنها تقدر تغير. بقت شايفة إن الكيان ده مش فوق القانون، ومش أقوى من شعوب حرة بتقاوم. بقت شايفة إن الدم اللي اتسفك في غزة وسوريا ولبنان ما راحش هدر. إسرائيل دلوقتي بتلملم بواقيها، بتبني اللي اتدمر، وبتحاول تهدي شعبها اللي فقد الثقة في جيشها وفي حكومتها. أما فاحنا اتأكدنا إن المعادلة اتغيرت، وإن اللي حصل مش نهاية معركة، دي بداية مرحلة جديدة. مرحلة المقاومة فيها بقت بترد، مش بس بتدافع. مرحلة الاحتلال فيها بقى بيخاف، مش بس بيخوف. واللي جاي أقوى.